خالد الشرقاوي المدير الفني لنادي كفر حماده في اول قياده فنيه لنادي كفر حماده النهارده بيقول لك مبروك الفوز الغالي النهارده في الدور التمهيدي لكاس مصر النهارده على فريق ابو قير. تقول ايه احداث اللقاء النهارده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله طبعا والشكر لله، وانا بشكر جدا 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 الحاج علي هنيدي ان اداني الثقه ديت، ويعني راجل واثق فيا وقال لي ان شاء الله اكمل مع الفرقه 3 ماتشات الجايين كاس مصر، والحمد لله كانت بدايه ممتازه ليا. ايه اللي قلته لعيبتك قبل المباراه النهارده كده؟ قلت لهم نضغط على ابو قير من اول ماتش، بحيث ان ده ملعبنا، احنا ما كسبناش في السنه كلها غير ماتش واحد، فقلت نضغط بحيث ان ملعبنا لازم ان شاء الله نكسب فيه ونحس الفرقه ان احنا عاوزين نكسب، والحمد لله كانوا رجاله وربنا وفقنا جدا. شايفين وضع فريق نادي كفر حماده في جدول المجموعه السته بحري في هذا الموسم؟ هل يليق بنادي كفر حماده في جدول المجموعه السته؟ لا طبعا وضع مش مضمون، والحمد لله يعني قدامنا 3 ماتشين على ملعبنا وماتش بره، احنا محتاجين 3 نقط ان شاء الله ونعدي ان شاء الله. كلمه اخيره توجهها لينا. نشكر اللعيبه كلهم ونشكر الناس المحترمه اللي جت تتفرج علينا. مبروك يا كابتن خالد.